السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جدت عليكم، واخا راني تعطلت عليكم، ولكن جبت لكم واحد الفيديو معتبر غادي ينفعكم بزاف في الكوزينه وفي التحضيرات غادي تشوفوا معايا، بقاو معايا حتى الاخر، فيه بزاف 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 تاع الافكار وديال المعلومات. كما تشوفوا هنايا عندي مطيشه، يعني اللون الاحمر، وما ادراك ما اللون الاحمر. المعشوقه ديالي هو اللون الاحمر والاصفر اللي هو الحامض. خلي داك هو ما نهضروا عليه من بعد ان شاء الله. دابا المطيشه موجوده الحمد لله. هذيك المطيشه هكايا اللي تتكون طويله، اولا طوماط سوريز، يعني ديك المطيشه الصغيره حضرت بها الصلصه ديال البيتزا، ومطيشه ديال الحريره وديال الكسكسو، ديال نقدروا نديروا فيها بزاف د الحوايج، والكاتشاب، بزاف تاع الحوايج حضرت بها. دابا موجوده وزوينه، واللون ديالها زوين وحمر، كتجي هكا ما كنحتاجو لا ثلاجه لا والو. كما تشوفوا هنايا انا حضرت بها حتى المربى يا لاله. اي المربى حتى هي تقدري ديريها بمطيشه ديك الصغيره، تتجي معتبره يعني واعره، وبغيتكم تجربوها غادي تشوفوا معاش غادي نقدموها. كتجي بنينه بنينه بنينه. ها هو الشكل ديالها كيفاش تجي. شوفوا يا لاله الختوريه، يعني مربى بمعنى الكلمه. نقدروا نقدموها مع الخبز كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو ديالنا. غادي نوري لكم شنو درنا فيها وكيفاش حصلنا على هذه النتيجه. قبل بعدا شوفوا مطيشه، هادشي ما صايبتوش في مره واحده، كل مره كنخرج كنصيب مطيشه الحمد لله. 3 دراهم، 3 دراهم ونص، 4 دراهم. خديت هنايا درت مطيشه صاينه، كان راه عندي في الفيديوهات السابقه. تديريها بالماء. كاينه لاصوص ديال البيتزا، فيها كل شيء، فيها الزعتر، فيها كاع داكشي اللي كنديرو في لاصوص ديال البيتزا. وبالنسبه للكاتشاب راني حطيت فيديو قصير على كيفاش نصايبت هاد الكاتشاب هذا، عوض باش نبقاو نشريو ديما ديما ديما. القريعه ما فيهاش بزاف وثمن غالي، اللهم نصايبوها في الدار. كما تشوفوا هنايا بركت على القرعه. هذا هو النجاح ديال التعقيم اولا ديال القرعه الا بغينا نخزنوها، خاصه ما تكونش بحال هذه. لا، مني كنسمعوا هاد الصوت يعني هادي غادي نخليها، غنستعملها دابا في هاد الايام هادي، يومين 3 ايام حتى 4 ايام في الثلاجه، ما كيوقع لها حتى حاجه، غير هي تبقى في الثلاجه. ولكن لا بغينا نخليوها مده طويله، كما تشوفوا هنا، اولا خاص القراع يكونوا نقيين ومعقمين، وخاص الغلايق تاعهم يكونوا مزيانين. ومن بعد مني كان عاوتاني نعمرهم، اما كنقلبهم وهما سخان كما غتشوفوا معايا في الفيديو، اولا كنعقموهم عاوتاني. ومني وضروري نقلبوهم بحال هكا، مني كنسالي وكنقلبوهم. الا صنعها كطلع وتهبط وكتعطي داك الصوت، يعني التعقيم راه ما ناجحش. يعني نستغلوا هذيك الحاجه اللي درنا في هذاك الوقت. هنا غادي نوري لكم كيفاش نحافظوا على على الغليق ديال القراعي، يبقاو عندنا مزيانين ويديو لينا واحد المده طويله، ونصبروا فيهم مره وجوج وثلاثه، لان ديما القراعي كيصدي وهداك الشيء. خديت هنا الورق ديال الطبخ، عندي هذا مشمع زوين. تنشكر الصديقه ديالي اللي عطاتو ليا، مديحه، غادي نذكر سميتها باش تسمعها في هذا الفيديو ان شاء الله. شكرا 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 بزاف مديحه. هنا هذاك الورق مشمع، وغادي نقطعوه هكايا، تنلويها باش نقطع في مره واحده واحد المجموعه ديال لي سيركل بحال هكا. وكان هذيك الجهه اللي ملمعه اولا مشمعه هي اللي كنديرها هكايا من الفوق، كتجي ملاقيه مع داك الحاجه اللي دايره في القرعه. بالتالي كنبقاو محافظين مزيان على هذيك الغليق ديال القراعي. هنا المطيشه لاصوص راه سخونه بزاف، بحرا خويتها، وكندير هاد الورق هذا وكنسدها مزيان، كنتاكد من انها مسدوده، وكنقلبها ديك الساعات. صافي، وغادي نخليهم هكايا القراعي حتى الغد ليه، يعني الا نديرهم في الليل نخليهم حتى للصباح. ها هي مطيشه كما تشوفوا، خديت كميه كثيره. هاد المطيشه اللي تتكون هكا طويله. وهنا عندي فلفله. هنا خديت مطيشه الاولى درتها على حساب لاصوص ديال الكسكسو ديال الحريره، كتبقى هكاك ما كندير فيها حتى شي حاجه، غير شويه ديال الملحه. وبالنسبه اللي ما بغاتش دير القراعي وما عندهاش الوقت باش تبقى تعقم وتبقى هادي، هنا خديت لكم فكره ديال الكرطون ديال الحليب، حافظوا عليه وغسلوه مزيان، ونديروا فيه المطيشه ديالنا ونديروها في المجمد.
كتجي حتى هي كتبقى محافظة عليه بواحد الشكل زوين، وما كيديش لينا واحد المساحة كبيرة في المجمد. و وما كنضطروش نشريو هكايا السوبيرات ولا البواطات ديال البلاستيك بزاف باش يبقاو عندنا. هنا الكرتونة حتى هي عملية كما تتشوفوا. مني كنبغيها نخليها تذوب شي شويه، اولا لا بغيت عنصها غنشدها بالموس يكون ماضي مزيان، ونقطع الكرتونه من النص ونستعمل النص ونخلي النص حتى المره الاخرى في المجمد بطبيعه الحال، اولا كنديروا دوك الكويسات كيما سبق ليا وصايبتهم معاكم. هنا هاد البيتزا هذا ديال البيتزا، لاصوص ديال البيتزا راني سبقت حضرتها معاكم شحال من مره. خديت المطيشه قطعتها وخلطتها مع هاد السوريز ودرت معاها فلفله حمراء والثومه. مني طابت طحنتها وصفيتها ورجعتها فوق البوطه، درت فيها كاع التوابل اللي كنديروا في لاصوص، وزيت العود وورقه سيدنا موسى والزعتر، يعني كل شيء. وهي مازال تتغلي وانا كنعمر في القراعي اللي تيكونوا معقمين. اللي عمرتها كنسدها ودرت ليهم حتى هما داك الورق ديال الطبخ، وكنقلبها وكنخليها حتى تتبرد تماما حتى الصباح عاد باش تندخلها البلاكار. عندي هنايا بلاكار تحت ما فيش، ما كنطيبش حداه، ما حداهش الفران، يعني مكان لي بارد تحت البوطاجي. البوطه بعيده عليه دايرها في جهه اخرى كما تتشوفوني. مني تيكون عندي شي حاجه كنطيب راه كنمشي للجهه الاخرى. ستفت فيها كاع دوك القراعي ديال لاصوص بيتزا كلهم. هذه هي اللي درت مؤخرا. وغادي ندوز معاكم دابا باش نصايب معاكم المربى ديال الطماطم. نفس الشيء، خديت مطيشه. هنايا عندي تقريبا كيلو طماطيشه، درت معاه نص كيلو، يعني مع المربى كامل اللي كنستعمل الكميه تاع الفاكهه ولا ديال المطيشه مع نص الكميه ديال السكر. هذه هي القاعده، واللي بغى ينقص شويه ينقص. بحال المطيشه تكون شويه محمضه يعني محلوش بزاف بزاف، درت نص في كيلو. وخليتها تقريبا شي 4 السوايع ولا دا، ولا نخليوها ليله كامله ودرتها هكا تطيب. درت معها واحد القبيصه ديال الملحه، دائما في المربى كندير واحد القبيصه ديال الملحه، ودرت واحد العويد ديال القرفه. صافي وخليتها تطيب نص ساعه، ثلث ساعه حتى لنص ساعه. الكميه قليله، الا كانت الكميه كثيره راه غادي نزيدو بطبيعه الحال واحد شويه ديال الوقت. وهنا خديتها طحنتها غير في الطحانه ديال المطيشه، يعني العاديه اليدويه، ورجعتها ما صفيتها ما حتى حاجه. بغيت انا دوك البذور يبقاو بحال هكا يبانو زوينين. اللي بغى يصفيها يصفيها. صافي رجعتها فوق البوطه هكا غير باش نعرف واش درت ليها هذا الاختبار هذا ديال التبصيل. دائما كنديروه هكايا في كاع الانواع تاع المربى باش نعرفوا صافي راها طابت. وهي سخونه كنعمروا بها القراعي اللي تيكونوا معقمين، وكنسدو كنقلبوا نفس التقنيه. ها هو المربى كما تتشوفوا، مع جميع الحوايج اللي كنديروهم هكايا، لا مطيشه ولا المربى، انواع ديال المربى ولا كل شيء كنديروا اليوم نفس التقنيه. اننا ناس كنعمروا الحاجه وهي سخونه وكنقلبوا القرعه، كنسدوها مزيان ونقلبوها. هنا درت هاد المربى ديال الطماطم درتو مع الخبز، تيجي زوين ورائع، عنده واحد المذاق زوين غادي يعجبكم. جربوه، ديروا غير نص كيلو تاع مطيشه صغيره، وديروا مع واحد الرابعه ديال السنيده. والحامض ضروري واحد 2 معالق تاع الحامض مع المربى، يعني كل شيء. هنا قدمته مع الروز، تيجي رائع مع الروز مسلوق بشويه الملحه. ديري معاه شويه ديال الخضار، درت هنايا جلبانه خيزو، درت هنايا انا غير هذا المايز. تيجي رائع من تاكلي ديك الشلاضه واعره بلا مايونيز بلا حتى شي حاجه. وكذلك عندي الفريز كنت طاحناه في المجمد، لان دابا ماشي وقت الفريز. كان عندي مطحون ما استغليتوش، ما درتوش عصير، قلت ارا نديرو مربى باش ناكلو في الفطور احسن تيعجب الوليدات. نفس الشيء درتو تا هو، طيبتو عمرت القريعات. هذا هو الشكل ديالو، ما طحنتو ما حتى حاجه لحقاش اصلا كان عندي مطحون ودايره في المجمد. هذا راه جبدته من المجمد وشوفوا اللون ديالو كيفاش داير. وما نساوش دائما مع المربى واحد 2 معالق في الاخر ديال الحامض، كيخلي داك اللون كيخرج مزيان. هنا المربى ديال الكاكي نفس الشيء، شديت الكاكي نص كيلو، درت معاه رابعه ديال السكر وطيبته بنفس التقنيه ثلث ساعه. درت معاه واحد شويه ديال الحامض ومني توجد.
هنايا في نفس البلاكار كما تتشوفون تنكمل التستاف ديالو، الجهه اللي من هاد الجهه درت فيها اليمنى درت فيها الصلصه. وهنايا داك المربى ديال التفاح اللي سبق ليا وجدت معاكم، والتفاح معسل ها هو هنايا. يعني رستفت كل حاجه باش يبقى عارفه بان كاين تفاح. غادي تبعته هنايا بالصفرجل. هنايا الصفرجل هذا كنت درتو كل مره فين ما كنجيب الخضره كندير منها شويه، ما كنديرش كلشي في مره واحده. هذا ما درتش فيه الحامض، داكشي علاش بقى شي شويه احمر، درتوه على شكل هكايا ابراج كما تنقولوا مربعات نزينوا به هذا طاجين. ما كنعسلوش، كنديرو في الطاجين ديريكت. هذا بحال صايبتو درت فيه واحد القطعه ديال الحامض، داكشي علاش بقى اللون ديالو. هذا كيطيب، راني سبق ليا وجدته معاكم العام اللي فات، تقدروا ترجعوا الفيديوهات السابقه. هذا درت معاه شويه ديال الرمان باش نديرو على شكل عصير، نطحنوه هكا كامل ونشربو عصير. ما تنكترش السكر، تقريبا معلقه 2 معالق ديال السكر صافي، وشويه ديال الملحه باش تحيد ديك البسوليه. هذا مركز البرتقالي سبق ليا ودرت معاكم العام اللي فات. هذا العام باقي ما جبتش الليمون باش نصايبو. وكش بقات ليا هاد القريعه هي وهذه ديال المركز ديال التفاح. شوفوا اللون ديالو بقى كيف ما درتو النهار الاول. هذا كنديروه اما كنزيدوا عليه الماء كنخفوه ونديروه عصير ونطحنوا معاه الفواكه، اولا كنستعملوه في البسبوسه وفي الكيكه عوض الحليب ولا عوض ما نعصر الليمون. ندوز معكم هنايا الحامض والخضره. هاد الحامض هذا صايبته العام اللي فات. هاد العام مازال ما شريتش الحامض باش نديرو، باقي ما دخلش عندنا للسوق بهكايا شي حامض اللي يكون زوين. هذا مرقد في الماء، وعندي الاخر اللي مرقد في غير في الملحه. هذه اللوبيا مرقده بالملحه وشويه ديال الخل صافي، وكنسدو القراعي وكنطيبوهم نص ساعه حتى ل 45 دقيقه على حسب النوعيه ديال الخضار. هذه فلفله حتى هي مرقده هذه العام اللي فات، تندير معها شويه تومه شويه ديال سميتو راه سبق ليا وحطيتها. يعني هاد الشيء تيخلينا اننا الوقت اللي ما عندكش مثلا زربانه ولا عندك ضياف ولا داك تجبدي واحد القريعه بالزربه بالزربه. هذا تا هو الخرشف. شوفوا اللون ديالو، درت معاه واحد القطعه ديال الحامض وشويه ديال الملح. هادشي باش صايبته. والماء بطبيعه الحال تيكون الماء ديال البير اولا ديال العين، اولا كنطيبوا الماء وكنخليوه يبرد. شوفوا الجلبانه حتى هي كي جات. هذه بالنسبه بغيتي ديرها في الطاجين، بغيتي ديرها في الشلاضه، كتجي هكا تتصيبها موجوده. دغيا سلقي الروز ديري معاه الخضار، خيزو تا هو هكا مقطع على حساب شلاضه. يعني كيف ما قلت لكم تجي لا دوك المقبلات ساهله، الوقت اللي بغيتيهم كتجبديهم وتوجدي. بالنسبه للقطاني حتى هي سبق لي وحطيت فيديو على القطاني غير باش نذكركم. الحمص الفول عفوا ماشي الفول، الحمص واللوبيا والعدس. هنا اللوبيا درت فيها التوابل كامله اللي كنديروا في التوابل، ما درتش مطيشه. والملحه ما درتهاش فيها لحقاش كتقصحها. اما الحمص سميتو نسمتو شي شويه بمليحه باش يبقى هكايا الحريره الكرعين اي حاجه بغيتي فيها بغيتي طيبيه بوحدو. اللوبيا كتجي تحلي القرعه هنا كنطيب اللوبيا 45 دقيقه. ها هي غادي ندير معاكم هنايا عمرت بعد ما رقدتها ليله كامله غسلت هادشي درته في القرعه وخويت عليه الماء اللي كان طيب وبارد. درت معاه شويه الملحه فريعه ديال الثومه. ممكن نديروا التوابل هنايا، شي حاجه درت ليها التوابل وشي حاجه لا. مني كان وتنسدهم هكا مزيان وكنطيبهم في الكوكوط كنسد عليهم. من بعد ما كتغلى الكوكوط تنحسبوا ليهم 45 دقيقه صافي. كطيب هذيك اللوبيا مزيان والحمص وداكشي تيكونوا جاهزين. مني كنبغيوها كنحل القرعه نديروها في كوكوط ونشعلوا عليها بالماء ديالها بكلشي ليها صافي. نزيدوا ليها شويه الملحه شويه لاصوص صافي، ولاصوص يكون عندنا تا هو موجود صافي. هالاكله ديالنا موجوده. بالنسبه للمربى كما شفتوا هنايا عندي حتى المربى ديال السفرجل صايبته بنفس الطريقه. تا هو سلقت السفرجل وزدت عليه السنيده وشويه الحامض وطيبته. هذا هو الاشكال كاملين اللي وجدت معاكم ديال المصبرات او المعلبات. نتمنى تعجبكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تبخلوش عليا بالاشتراك وشكرا. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.